السلام عليكم خواتاتي خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. اليوم بغيت نقدم لكم الكبده تاع الدجاج بطريقه جد سهله وتتحضر في اقل من 5 دقائق وتجي طريه وتجي فيها لاصوص خاطره وتجي بزاف بنينه. اذا عجبتكم هاد الوصفه تاع الكبده ما تنساوش ديروا لي جيم، تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، وتبارطاجوا الوصفات تاعي مع احبابكم واصحابكم والعائله تاعكم. وان شاء الله تعجبكم هاد الوصفه السهله الماهله. كما قلت لكم اللي تجي بزاف بنينه وبزاف خاطره. وخليكم مع الوصفه وفرجه ممتعه. نبداو اولا بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دروك هنا في مقله ندي هنايا ندير شويه تاع زيت، ونزيد عليه هنايا شويه تاع توم، زوج سنينات توم ربيتهم، وهنايا نحلهم بالفرشيطه بهذا الشكل ونخليهم يطيبوا شويه. نوزع الثوم تاعي بهذا الشكل ونخليه يتقلى شويه، ومن بعد نزيد عليه الكبده تاع الدجاج اللي نكون قطعتها واللي نكون غسلتها وقطعتها بهذا الشكل. وهنا الكميه تاع الكبده ديروا على حساب افراد العائله. نحركها بهذا الشكل. كما قلت لكم هذه الطريقه سهله تتحضر في اقل من 5 دقائق، وهذه الكبده تجي بزاف بنينه. نديروا عليها رشه تاع ملح، رشه مليحه تاع ملح. نديروا الملح بهذا الشكل، ونزيد عليها هنايا شويه فلفل اسود، تاني ندير عليها رشه تاع فلفل اسود، نزيد عليها تاني شويه تاع بابريكا، نديروا عليها شويه تاع بابريكا فلفل عكري بهذا الشكل. وهنايا نجموا تزيدوا شويه كمون الى عندكم، انا هنا ما كانش عندي الكمون. ونبدا نحرك فيها بهذا الشكل. هنا نحركها مليح ونخليها تطيب، نخليها حتى يدخلها طيب. هنا بعد ما طابت لي حوالي 2 دقائق، كما قلت لكم هذه الكبده طيب لكم بالخف وما تخلوهاش طيب بزاف باش ما تيبس لكمش تاني. دوك نحركها بهذا الشكل. هنايا الكبده تاعي قريب توجد معايا. درك في هذه المرحله نزيد عليها مغرف تاع طماطم مصبره، طوماط كونسونطري، ندير عليها شويه تاع ما، نحلها بشويه ما ونزيدها على الكبده تاعي. نحركها بهذا الشكل هاد لاصوص، ونزيدها على الكبده. كما قلت لكم هنا الكبده عندي راهي طايبه، غير نزيد لها لاصوص تدي تحميره ونطفي عليها. نحركها باش تدخل هذيك لاصوص مع الكبده بهذا الشكل. نخليها تتقلى شويه، نخليها تتقلى حوالي دقيقه ونعاود نرجع معكم. نخليها كما قلت لكم حوالي دقيقه، ودوك نزيد عليها شويه تاع معدنوس نكون مقطعاته ركيك. ندير عليها كميه نتاع المعدنوس بهذا الشكل ونحركها. هنايا الكبده تاعي راهي واجده معايا، درك غندير عليها شويه تاع معدنوس ونخليها تتقلى شويه ونطفي عليها. هنا راهي واجده معايا. هنايا تاني غادي نزيد عليها عصره تاع ليمون. هاد العصره تاع الليمون تعطيها تزيدها بنه. هنا نعصر عليها كميه قليله تاع الليمون، عصره خفيفه كما شفتوا. ودروك هنا الكبده تاعي راهي واجده، غادي نحركها شويه ونديرها نطفي عليها ونوريها لكم في صحن التقديم. بقاو معايا. رجعت معكم اخواتاتي بعد ما طابت الكبده. هنايا درتها في صحن التقديم. كما قلت لكم تجي بزاف تشهي هاد الكبده، تجي طريه ولاصوص تاعها تجي خاطره. نتمنى منكم تجربوها بهذه الطريقه، هذه اسهل طريقه باش تحضروا بها الكبده، وان شاء الله تعجبكم. هي فكره
بسيطة وسهلة. ان شاء الله تعجبكم هاد الوصفة، وتعجبكم كاع الوصفات اللي راني نقدم لكم. ولا عجبوكم الوصفات التوعية ما تنساوش ديروا لي جيم، تشتركوا في قناتي، وتفعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. وكما قلت لكم تبارطاجوا هاد الوصفات مع العائلات تاعكم ومع احبابكم واصحابكم. والى الوصفة المقبلة ان شاء الله، نخليكم في امان الله، والسلام عليكم.